السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله فيديو جديد. عايزاكم كده قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده بقى الفيديو معانا كده ادوات جميله جدا للبيت، للمطبخ، للشقه كلها عامه، تنظيم الحمام، ابتكارات جميله جدا وادوات بص مفيش حد يعرف اصلا يستغنى عنها. هي ادوات جميله جدا. اللي عايزها يعني عايز يعرف اماكنها بتتباع فين. كل ده بيتباع في محلات الادوات المنزليه، مثلا على موقع امازون، في فتح الله، في كارفور، في كل الاماكن دي، اولاد رجب، كل الاماكن دي يعني. فاللي عاوز الحاجات دي هيدور عليها في الاماكن دي هيلاقيها ان شاء الله. معانا بقى كده مع بعض كده المطبقيه دي كده محطوطه كده جنب الحوض، بتنظمي فيها كل الحاجات اللي انت بتستخدميها في اليوم بتاعك، يعني مثلا الكوبايات اللي انت بتستخدميها خلال اليوم بتاعك لو في اطفال لو كده. والاطباق برضو بتاعت الغداء بتاعت العشاء، في اطباق كده معينه بنستخدمها طول اليوم، فبنحتاج طبعا المطبقيه ديت بتلم لنا الحاجه. عايزاكم بس كده تحطوا لي اللايك كده وانتوا تتفرجوا على الفيديو، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي كمان كده اكياس اللي هي المشمعات، اللي بتتفرش ساعة الغدا ديت، بتلميها على طول كده بعد ما بتخلصي الاكل بتتلم على طول، وبتخلي الترابيزة نظيفة تاني. حتى لو هتفرشوها على الارض في رمضان في الحاجات دي كلها بتخلي المكان برضو نظيف، والاكل بينزل على الاكياس وبتلميها ترميها على طول. ده كمان كده منظم للبيض. طبعا مش كل المنظمات اللي بتبقى في التلاجة اللي هي بتبقى جاية مع التلاجة ذات نفسها بيبقى فيها مكان 10 بيضات بس، فمش هينفع ياخد مثلا لو انت شارية كرتونة مش هينفع تحطيها فيها، فطبعا هتشتري منظم تاني. هو المنظم اللي انت شفتيه دوت جميل برضو، بياخد كل الكمية البيض اللي بتبقى عندك. دي كمان كده شماعة للملايات، بتعلقي عليها الملايات. لو انت مش بتنشري الملايات بره في البلكونه، ممكن تنشريها كده في الشماعه ديت كده بالشكل اللي انت شفتوه. دي كمان كده جوانتيات تلبسيها لو انت بتنضفي حاجه في البيت، مش عايزه هدومك تتبهدل ميه او تراب او اي حاجه، تلبسيها كده بتخلي هدومك نظيفه.
لو وصلت كده معايا في الفيديو لحد هنا كده ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوفي كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ده كده كمان اكياس تحطيه فيها الغسيل كده وتحطيه في الغسالة، ما بيخليش الغسيل ان هو يتربط في بعضه ويبقى كل حاجة كده لوحدها. وده كمان كده منظم للبيض شكل تاني برضو، انت طبعا هتختاري الشكل اللي يريحك، كل الاشكال موجودة فانت تختاري الشكل اللي انت عاوزاه. دي كمان لانش بوكس كده لو انت بره في مشوار في اي حاجة، مثلا هتدي اكل لجوزك وراح الشغل، اي حاجة يعني تبع استخدامك يعني. فاللانش بوكس ده جميل كده وهو ستانلس من جوه، بيخلي درجة الحرارة يعني كويسة زي ما هي. دي كمان كده باسكت كده صغيرة تحطي فيها توم، تحطي فيها بطاطس، فلفل، اي حاجة يعني تبع استخدامك، تبع الحاجة اللي انت بتستخدميها يعني. وبتحطي الكمية برضو اللي انت بتستخدميها، مش بتحطي كتير قدامك، هما بيبقوا شوية صغيرين كده، اللي انت ايدك يعني بتستخدمهم على طول فترة قصيرة يعني. ودي كمان كده منظمات بتحطي فيها الفواكه الخضار كله في التلاجة، وبرضو شكلها منظم كده ومفيش كركبة خالص. عايزاكم بس تحطولي اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين.
احنا كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو. رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. طبعا اهم حاجة اللايك، عشان اللايك هو دعمك ليا، هو اللي بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.